الارشادات نتاعو للاعبين قبل تنفيذ الركنيه مرفوعه، والحارس بركان بعد لقطه ساخنه. مش عارف حقيقه، يشير الحكم الى هدف في الوقت اللي كانت اللقطه نوعا ما سريعه وفي نفس الوقت غامضه، كون احتجاج اللاعبين تاع مولودية طوارا. نشوف الاعاده حتى نتاكد مما جرى. شوف الكره الاولى بعد الضربه الراسيه من سالف نداي حسب ما يبدو، ثم تدخل من ولد مول يدخل في بدايه الشوط الثاني، والكره اصطدمت بالخشبه وخرجت. ما فيش هدف طبعا. شوف الاعاده وابعاد الكره، ما فيش هدف واحتجاجات من اللاعبين تاع مولودية طواران. اذا شوف انا ما فيش هدف، لكن الحكم السنغالي السيد بابكر سيني نظن مصر على قراره والموقف نتاعو. حقيقه شفنا اللقطه واضحه، ويستفيد فريق الرجاء من هذا الهدف، ولو انه كما شاهدنا ما كانش هدف حقيقي. ضربة جزاء دوروا على احسن وجه، وهدف نعم من لاعب سباح. اذا هدف مقابل صفر، من سباح بن يعقوب بعد تنفيذ ضربة الجزاء. كثير على ما قلناه، لكن طبعا الارضيه ما تساعدش، ارضيه نتاع ملعب 19 وين، وكادت الكره تسكن الشبكه، خاصه مولودية طواران بالتمريرات القصيره. وهدف نعم لا. الحكم يشير الى تنفيذ الركنيه وتصطدم الكره بالخشبه. حقيقه السنغال راح اصبحوا يتمتعوا يعني بحريه كبيره يعني في كل مره، وكان الدفاع ما وجدش الطريقه كيف يعني توقف للحراسه تاعهم. شفنا وهذا فتحي جمال، ينور فتحي جمال، وهو من بركان ويله من حارس. حقيقة هنا الجميع وقف تحية لهذا الحارس البارع، تدخلات موفقة وغلطات في المراقبة. سباح سباح مليحه الى شريف الوزاني، نيمار شريف الوزاني، وربما الهدف. نعم لا الحارس. حقيقة ضربة راسية جميلة من العربي، لكن شيء كأس افريقيا للأندية البطلة اللي نتمناها ان شاء الله في حوزة الفريق الجزائري للمرة الرابعة بالنسبة لبلاد. ثاني في نداي بن يوسف، وكاد اللاعب بركان حقيقة ويضيع مع الاسف، يضيع مشري هذا النوع. وبضربات الجزاء اذا يفوز فريق الرجاء البيضاوي امام مولودية طواران.